حصيلة كرة القدم في دقيقة واحدة. في مباريات دوري أبطال يوم الأربعاء، باريس سان جيرمان يفوز على ليفربول بهدفين دون رد في ملعب بارك دو فرانس في مباراة الذهاب، ويضع قدم إلى التأهل إلى نصف النهائي، وسوف تلعب مباراة الإياب الأسبوع القادم في ملعب الأنفيلد. كفاراتسخيليا كان نجم المباراة وسجل هدف كان هو نجم المباراة. بينما مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ملعب الكامب نو انتهت بخسارة برشلونة بهدفين دون رد بعد طرد كوبارسي بالدقيقة 45 من الشوط الأول. سجل ألفاريز هدف من ركلة حرة مباشرة، هدف جميل، وأضاف الهدف الثاني بالشوط الثاني سورلوث لتنتهي المباراة بهدفين دون رد. مباراة الإياب سوف تلعب في ملعب واندا متروبوليتانو الأسبوع القادم. صرح هانز فليك مدرب برشلونة بعد المباراة، قال أن أنا لست متأكد من حالة طرد كوبارسي، كذلك بالإضافة قال أن نحن نستحق الجزاء التي لمسها المدافع بيده عندما مرر إليه حارس المرمى الكرة. بعد طرد كوبارسي أمام أتلتيكو مدريد في الشوط الأول، يصل نادي برشلونة إلى 12 حالة طرد في دوري أبطال خلال 10 سنوات. هذا رقم قياسي وكبير لأول مرة يحدث في دوري أبطال أوروبا. أرن سلوت مدرب ليفربول يخسر الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري وفي دوري أبطال، ويقول سوف نعود في ملعب الأنفيلد ونقدم مباراة جميلة ضد باريس سان جيرمان في الإياب.